اهلا شباب، النهارده الخص كرتون اوكي كيو. فقبل ما نبدا ما تنساش اللايك والاشتراك ويلا نبدا. الكرتون مكون من 3 مواسم و112 حلقه، وممكن يبان لك انه كرتون اطفال ولكن وراه قصه اسطوريه. في الحلقه الاولى بنشوف كيو اللي بيكون لسه عنده 6 سنين وبيروح مع امه كارول لمكان اسمه ليكويد بلازا، وهو عباره عن مركز تجاري للابطال الخارقين. وكارول بتكون وظيفتها اداره مكتب جودو، وبتقول لكيو انه لو عايز يبقى بطل لازم يشتغل في سوبر ماركت جار اللي بيديره السيد جار، وهو صديق قديم لام كيو. واول يوم شغل كيو بيقابل راد واينيد. راد هو كائن فضائي واينيد بتكون نينجا وعائلتها بتكون مخيفه. واول مواجهه لكيو بتكون ضد داريل ابن اللورد بوكسمان، وهو شرير مهووس بهزيمه راد واينيد وتدمير ساحه بلازا، وبيدير مكان للصناعات الشريره. واصبح كيو عضو فريق بوديكا مع راد واينيد، وبياخد اول بطاقه قوه ليه واللي بيكون مكتوب فيها ان قوته مستوى 100، ولكن بيكون حصل خطا في مصنع البطاقات بسبب اللورد بوكسمان، وكيو بيفقد اعصابه لان ده مش مستواه الحقيقي، وبيتعرف على ديندي فده ذكيه بنفس عمره، وبتقعد تسال كيو اسئله شخصيه. وبنعرف ان كيو عنده مشكله عائليه، وهو انه مش عارف مين ابوه. وبيعرف كيو ماضي امه وانها كانت في فريق ابطال خارقين من ضمنهم فوكس تيل وجري مان وليزر بلاست وسيلفر سبارك وريبي. وسيلفر سبارك كانت بتطلق على كارول ومستر جار، وكارول اتخلت عن الفريق بعد ما ولدت كيو، وبتقول له كارول انه مش السبب الحقيقي فعلا. بعدها اللورد بوكسمان بيخطف كيو واصدقائه، ولكن بيقول لهم انه مش هيقدر يقضي عليهم دلوقتي لانه عنده ميعاد مع البروفيسور فانيميس، وهو شخص غني جدا بسبب الصناعات بتاعته واللي بتكون برضه شريره. وبيعرف كيو واصدقائه يهربوا، ولكن ما تفهمش البروفيسور فانيميس رمى عليهم ايه بالظبط ورماهم بره المكان. وبيستغرب بروفيسور فانيميس من شخصيه كيو، وبيقرر البقاء مع اللورد بوكسمان. بعد اللي حصل ده بيحس كيو ان الكل بيعاملوه كانه طفل وبيستهينوا بيه، وبنلاقي شخص غامض بيقرب من كيو اسمه شادوي، وبيقعد يتلاعب في كيو ويحبط فيه لحد ما بيظهر شخصيته التانية تيكيو، وبيكون شخص غاضب جدا ومتهور، وفوق كل ده عنده قوه رهيبه وغير مستقره، وبيبدا يدمر ساحه بلازا. وكان هيأذي اصدقائه، ولكن بيقدر كيو يسيطر على شخصيته التانية ويحبسها مره اخرى. بعد كده مجلس الاشرار بيهدد اللورد بوكسمان انه هيتم الاستيلاء على امواله لو فضل يهجم على ساحه بلازا وما كانش عارف يهزمهم. في الناحيه الثانيه كيو ومستر جار كانوا بيراقبوا الشخصيه الغامضه واللي بيكون بيتسلل لمكان غريب، وبيروح كيو وراه، وده اللي كان عايزه شادوي علشان يقدر يخلي كيو يطلع مره ثانيه. كيو بيعرف يهرب منه وبيرجع البيت. بعد كده بيهجم وحش على الساحه، وبيكون مستر جار مش مركز في القتال بسبب كارول لانه بيفتكر الماضي وانهم كانوا في مهمه مع ليزر بلاست، ومستر جار كان بيحاول التقرب من كارول والتكلم معاها، وده بيعطلها من انقاذ ليزر بلاست اللي كان جوه مختبر وتاخر في الخروج. وبالله المختبر انفجر ليزر بلاست مات في الانفجار ده. كارول بتسامح جار وبيقضوا على الوحش مع بعض، وفي نفس الوقت بوكسمان بيطلب من فانيميس انه ياخده معاه لحفله الاشرار، وبوكسمان بيكون اضحوكه الحفله وبيضرب صواريخ على بوينت وهو مقر الابطال الخارقين، واللي بيردوا الضربه وبيدمروا السفينه. وبيحس البروفيسور فانيميس بالاحراج ولكنه بيعتذر لبوكسمان، وبنعرف ان كل ده جزء من خطه بوكسمان. والبروفيسور فانيميس بيعجبه الجنون بتاع بوكسمان وبيوريه الاختراع الجديد بتاعه وهي شريحه نانو اتخلى اي اختراع يعمله اللورد بوكسمان يكون خطير وقوي. وبتحاول روبوتات بوكسمان الاعتناء بمساعده فانيميس واللي اسمها فينك، وبسبب طريقه الروبوتات الغبيه بتتعصب فينيك وبتظهر شخصيتها التانية الشريرة وبتدمر المكان، ولكنها بتهدى لما بيجي فانيميس. وبتقرر بعدها ديندي عمل ابحاث على كيو لمعرفة شخصيته التانية بشكل اكبر، واللي بتكون بتيجي بسبب المشاعر السلبية. وبتعصب كيو من الابحاث، وبيظهر تيكيو مرة اخرى وبيبدأ في تدمير مختبر ديندي. في الناحية التانية بيبدأ اللورد بوكسمان متجهز اشياء سرية للهجوم على ساحة بلازا، وبيكون معاه حاجة قوية جدا وهو بوكسمان جونيور، وبيكون صعب حتى على تيكيو التغلب عليه، ولكن قوته بتخرج على السيطرة وكان هيقضي على اصدقائه. وبيبدأ الكل في ظهر الحب لكيو علشان يرجع لحالته الاصلية. وفي عقل كيو الباطن بيوصل لاتفاق مع تيكيو وبيديله كيس ملاكمه يطلع فيها غضبه، وفي الاخر قدروا يهزموا بوكسمان جونيور. في اثناء قتال تيكيو مع بوكسمان جونيور بيشوفهم داريل ابن بوكسمان، وبيحس بالغيره من بوكسمان جونيور، وبيكلم مجلس الاشرار وبيقول لهم ان بوكسمان لسه بيقاتل ساحه بلازا ومش عارف يهزمهم، وكده بيضيع مواردهم على الفاضي، وده بيسبب طرد بوكسمان من مقره ورموه للشمس. واللي بيمسك الشركه مكانه هو داريل اللي غير اسمه الكاوبوي داريل. بعد 3 شهور بيلاحظ كيو ان كل حاجه اتغيرت، وبيحس انه كمان هو عايز يتغير، وبيرجع لورد بوكسمان وبيحاول يخلي ابنه يتنازل عن منصبه في الشركه ولكنه بيرفض. وفي الحقيقه الشركه في عهد داريل بتحقق نجاحات كبيره، وبيروح بوكسمان لكيو واصدقائه وبيطلب منهم المساعده، وبيقول له راد انه يستمع لابنه ويحسسه انه مهتم بيه، وبيعمل كده فعلا ولكنه برضه بيرفض، ولكن بيحس بالذنب على والده وبيقرر يرجع يهجم على ساحه بلازا. بعد كده بيجي للساحه مجموعه من ابطال فريق بوينت، وبيكون معاهم فوكس تيل وتشيب دامج، وبيدعوهم للانضمام لمدرسه الابطال الخارقين في مقر بوينت، ودي فرصه مش بتيجي غير مره في العمر. وبيروح كيو يزور تيكيو في عقله الباطن، وبيلاقيه متعصب جدا بسبب انه دايما قاعد في المكان ده ومش عارف يخرج، وبيقرروا يتعاونوا في شخصيه واحده، ولكن الامور مش بتمشي بالشكل المطلوب، وبيكونوا بيواجهوا شادوي مره تانية، وبيتعاون تيكيو مع كيو بشكل متفاهم، وبيعملوا بيه كيو او بيرفكت كيو، وبيكون بيقدر يتغلب على شادوي. وبيساله ليه بيعمل كده معاه، وبيقول له شادوي انه بيحاول يظهر جانبه القوي، وهو الحق لما ظهرت قوه كيو في المستوى 100 ما كانتش غلطه، وانما دي قوته مع تيكيو. وبيساله عن سبب الاهتمام بيه بالشكل ده، لكن شادوي بيهرب. المهم بعد كده بيروح مدرسه الابطال الخارقين، وبتكون اينيد ساكنه مع اوليدي، وهي كانت صديقتها المفضله زمان، ولكنهم خسروا بعض بسبب مشاكل في
الماضي. وبعد كام يوم في المدرسه بتحس اينيد ان في حاجه غلط وان في طلاب اقوى بكتير من الباقي رغم ان مستويات القوه عندهم عاديه. وبيبدا كيو وراد واينيد في التحقيق في الامر. بيكتشفوا ان الشيب ده مش بيزودهم بالطاقه من خلال الكرات السحريه دي، وده بسبب ان فوكسي تيل بتكون عايزه تخرج اقوى الابطال من مدرستها بغض النظر عن الاضرار اللي ممكن تحصل، وده شيء ما ينفعش اطلاقا. وبيقول لها جراي مان انه مش هيتعاون معاها، وبسبب كده بيتم طرده من المدرسه. وبترجع اينيد واوليد اصدقاء مره تانية، وبنكتشف ان الشيب ده مش مجرد ربوت بيتم التحكم فيه. وبيرجع كيو لساحه بلازا، وبيتم تكليف كارول بمهمه سريه من فوكسي تيل، وبنعرف انها لسه شغاله معاهم كعامله سريه. بعد كده بيلاقي بروفيسور فانيمس بوكسمان في سله الزباله وبياخده معاه البيت. في بدايه الامر بيخلي بوكسمان فانيمس يفقد صوابه بسبب افعاله الغبيه، ولكنه بيحب صحبتهم مع بعض ومش بيحس بالملل معاه. وبيروح بروفيسور فانيمس يشتري شركه بوكسمان ويرجعها ليه، وبيتصالح مع داريل، وبيعمل بوكسمان مع فانيمس تعاون ويسموا الشركه فوكس مور. وبيبدا داريل وفينك بالتفاهم واصبحوا اصدقاء. وبينضم بعدها كيو للكشافه وبيتعرف على صديق جديد واسمه كومبو، واللي حاسس اني شفته قبل كده. المهم الواد ده بيكون مهووس جدا بكيو، وكيو بيعرفه على شخص جديد علشان يحل عن دماغه شويه. بعد كده بتيجي فوكس تيل لساحه بلازا وبتقرر هدمها علشان تاخد كل الكرات السحريه اللي تحتها. وبيزعل جار من اللي هيحصل، وكمان بيزعل اكتر لما بيعرف ان كارول لسه عضو في الفريق. بعد شهرين من الموقف ده عملوا عصابه كالين لمقاومه بوينت، وبيعرف بيه كيو يهزم فوكس تيل، وبتعترف انها السبب في موت ليزر بلاست لانها ما اتدخلتش في الموقف. وبسبب الموقف ده بيترفع مستوى كيو ل4. بس حاليا كيو ما بقاش يثق في تي كيو لانه ساعات بيغفله لما بيكون نايم وبيتحكم فيه وبيبوظ المكان. ولكن بعدها تي كيو بيحس بالندم. ويا ترى بقى الشيب ده مش حصل فيه ايه؟ بتكون اوليدي ظبطته وحشت منه السلاح علشان ما يأذيش حد. وبتيجي فينك بشخصيتها التانية وبتتنمر على كيو انه ابن امه وكده وانه طفل لسه. وكيو بيحاول يتجاهلها لان تي كيو بيكون هيظهر وعارفاه ممكن يقتلها. كيو لوحده بيقدر يهزمها، وبتروح لفانيمس وبتقول له يخليها اقوى، ولكنه بيكون مرهق بشكل غريب وبيزعق في فينيك. ولكنه بيحط كيو واصدقائه في غرفه محاكاه علشان يرهق عقولهم. وكيو بيقول انه لازم ما يكرهش حد حتى الاشرار. بعد كده بيسال كيو امه عن مين هو ابوه، وبتقول له بكل برود انه ليزر بلاست. وبيفرح جدا كيو وبيلبس الخوذه بتاع ليزر بلاست، وبيقول له جار ان فانيمس عامل فوضى. وبيروح لكيو وبيكتشف ان فانيمس هو ليزر بلاست، وبيحكي له عن ماضيه. زمان كانت قوه ليزر بلاست انه يمتص قوه الاعداء، ولكنه كان عايز قوه اكبر فعمل تجربه مش عارف بصراحه خلته اقوى ولا اضعف. بسبب كده حصل الانفجار اللي في المعمل لانه كان المفروض ياخد كرات الطاقه، ولكنه كان عايز ياخدها لنفسه تقريبا. وبسبب الانفجار ده قوته بتختفي نهائيا وبيحس بالضعف ومش بيرضى يظهر نفسه لكارول. وبيعمل تجربه تانية علشان يخلي قوته ترجع له، ولكن بتخلي جسمه لونه بنفسجي. وبيقرر يبدا يبيع الماده اللي بتديه قوه خارقه، وبقى عنده ملايين بسبب التجاره دي. وبيعرض على كيو الانضمام ليه ويرجعوا اب وابنه. وكيو بيقول له يوم الجمعه بس هنقعد مع بعض. وبيكون كيو فاكر ان فانيمس هيعلمه اكتر عن تي كيو وازاي يتحكم فيه. وفي يوم الجمعه بيروح كيو لفانيمس، ولكن مش بيكون ما بينهم اي حاجات مشتركه. وفانيمس بيعرض على كيو انه يلزم له الشرير اللي مش قادر يهزمه، وبيفكر كيو في مين هو اللي مش قادر يهزمه، وبيكون شادوي. وبيقرر فانيمس مساعدته فعلا، وبتكون فينيك غاضبه جدا ولكنها بتكون محاوله فاشله لانهم مش بيعرفوا يلاقوا شادوي اصلا. وفوكس تيل بتعرف ان ليزر بيست على قيد الحياه وبتنصدم حرفيا. وبعد محاولات كتير في البحث عن شادوي بتتعصب فينيك وبتقول له ان شادوي هو البروفيسور فانيمس وهي شخصيه زي تي كيو، ولكن هو ما يعرفش عنها حاجه. وبيظهر شادوي وبيبدا يقاتلهم، ولكن بيرجع تاني فانيمس وبيقول له انه هيحاول يلاقي الحل. والجمعه اللي بعدها بيروح كيو لفانيمس وبيحاول فانيمس يكون اب صالح لكيو، وبيدي كيو كائن غريب كحيوان اليف، ولكنه بيبدا يتضخم وبيدمر المكان. وبيحاول كيو ايقافه، وبيقول فانيمس بصوت عالي ان تي كيو يعتني بابنه. الراجل برضه خايف على ابنه. المهم بيقضوا على الوحش ده. بعد كده كيو بيكون مع فانيمس وبيقول له ان هو اللي عمل تي كيو، وبيقعد يقول له انه شرير وبتاع. وبيغضب منه فانيمس وبيمشيه، وبيحس كيو بألم في بطنه، ولكن ده بيكون تي كيو. وبيروح لفانيمس، ولكن بيكون وقتها فانيمس اتنازل عن جسمه الشادوي وبقى هو المتحكم. وبيقدر يقنع تي كيو انهم يعملوا شويه اعمال شريره مع بعض، وبيبداوا في تدمير العالم حرفيا ومحدش بيقدر يوقفهم. وبيستقيل اللورد بوكسمان وبيتخلى عن ابنائه الروبوتات وبيمشي، ولكنهم بيزعلوا على والدهم وبيعملوا زي روبوت ضخم كده وبيضربوا تي كيو، والكل بيتشجع وبيقرروا يعاونوه في ايقاف تي كيو. وبيبدا شادوي في تنفيذ خطته، وقلنا نخلي تي كيو يهجم على مصنع بطاقات القوه اللي بتقول لك مستواك كام، وكل مستوياتهم بترجع لصفر، وبيكون في مسابقه من خلالها بيقدروا يرفعوا مستوياتهم. في الوقت ده كان بيحاول كيو يلاقي طريقه علشان يوقف تي كيو من التحكم فيه. المهم بتبدا المسابقه وبيشارك فيها تي كيو برضه، وبيقدر راد وايند من الوصول للمباراه النهائيه، وبيكون عليهم مواجهه تي كيو وبيتعلقوا في الحبال علشان ما يوصل لهمش، وبتسحبهم فينيك وبتديهم طوق بيخليهم يظهروا شخصياتهم الثانيه، ولكن برضه تي كيو بيكون اقوى منهم. وبيبدا شادوي بتزويد تي كيو بطاقه اكبر من خلال شجره الكرات السحريه، وتي كيو بيمتص قوى الجميع حتى قوه شادوي، وبيرجع لحالته الطبيعيه. وبيحاول الكل ظهر الحب لكيو علشان يرجع لطبيعته، وبتغني له كارول اغنيه كانت بتغنيها له وهو طفل. وكيو اخيرا بيتعت هو وتي كيو وبيبقوا شخص واحد للابد. وبيجي رئيس جامعه الابطال الخارقين ورئيس المسابقات وبيقول لكيو انه يتمنى امنيه، وبيتمنى ان الكل يعيش نهايه سعيده. وبتروح ايند لمدرسه الساحرات لتعلم السحر، وبيروح راد علشان يصبح قائد الجيش في كوكبه، وكل شخص بياخد نهايه سعيده. وام كيو بتتجوز جار، واصحاب كيو دول بيتجوزوا برضه. وبيقدم بعدها فانيمس
اعتذار لبوكس مان. ولو لاحظت هتلاقي في خاتم جواز على ايد بوكس مان، وبرده بنشوف بعدها خاتم على ايد فانيمس. معنى كده ان ولاد العرب اتجوزوا وبقوا شواذ. وبعد كده ديندي بيكون عندها مختبر خاص بيها، وكيو اخيرا بيبقى شخص بالغ وكمان في المستوى 100، وبيكون في شرير بيحاول يدمر الساحه وكيو بيقضي عليه حرفيا. وفي حلقه بيحصل فيها كروس اوفر مع كيو بنتين وستيفن وابطال التايتنز، وبيكون في شرير بيهزموه مع بعض، وبيحصل برضه كروس اوفر مع سونيك، ولكن الحلقات دي غير مهمه في القصه فما ذكرتهاش. وبس دي نهايه الفيديو، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.